معلومة مهمة جدا حبيت اقولها لك في دخلة الشتاء، عشان ناس كتير قوي بتحب تهري في الموضوع ده ويقول لك واحد راكب معاك الصبح رايح معاك الشغل في طريقك، صاحبك او جارك هتطلعه على الطريق فركب معاك، فحضرتك قلت بسم الله ودورت العربية وقعدت تستنى، فالراجل يبص لك يقول لك وانت مستني ايه؟ في حد جاي معانا؟ تقول له لا انا بسخن العربية. فيبص لك كده يقول لك يا عم تسخن عربية ايه؟ انت راكب عربية جديدة يا باشا موديل 26، دوس واجري يا باشا محدش يهمك. فحضرتك بتسمع الكلام وتقوم ماشي. المعلومة دي غلط، وناس كتير قوي هتهاجمنا في المعلومة دي وهتقول لك لا 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 العربيات الجديدة دي كلها دور وطير. مفيش الكلام ده يا جماعة. العربية لازم تسخن. يعني حضرتك معتقد ان في الخمس ثواني اللي هتدور وتطلع فيهم الزيت الراقد تحت ده طلع ووصل لكل اجزاء المحرك وزيت اجزاء المحرك دي كلها وجري في المحرك كله عشان حضرتك تمشي بالعربيه وتطلع بالعربيه، والزيت طلع في الفتيس وزيت اجزاء الفتيس وعمل كل الكلام ده في 5 أو 10 ثواني عشان حضرتك هتدور وهتطير بالعربيه؟ مفيش الكلام ده. امتى الزيت طلع في 4 5 ثواني زيت كل اجزاء المحرك؟ الكلام ده غلط يا جماعه. الافضل ان انت اول ما تقعد كده بسم الله على الكرسي اول تكه من المفتاح وتستنى. في واحد بيقوم عامل كده في الثانيه على طول يقوم مدور يا عم اصبر، خلي الكمبيوتر بتاعك يشتغل، خلي الكمبيوتر يبعت لترمبه البنزين اللي وراك في الكنبه دي يقول لها انا طالع انا بدور انا بسخن، اسمع صوت الترومبه، اديها فرصه ثانيه اسمع صوت الترومبه وهي بتقوم. خلي الكمبيوتر يقول للكنترول يقول للترومبه بتاعت زيت الموتور وزيت الفتيس احنا في زيت جاي وهنبتدي نسخن وترومبه الزيت تبتدي تشتغل. ادي فرصه لنفسك، يعني انزل بدري 5 دقايق بس، يعمل التكه الاولى واستنى شويه، استنى عليها كده 5 ثواني وبعدين التكه الثانيه واستنى بقى، مش التكه الثانيه تجيب العربيه عديه وتطلع بالعربيه. مفيش الكلام ده. حضرتك هتخرب عربيتك بدري، وقطع الغيار بقت في السما دلوقتي وفي صيانات دلوقتي. ده في واحد بيقول لك الفتيس دلوقتي ب 100,000 جنيه والموتور العمره ب 50,000. بنسمع ارقام كنا بنشتري بيها عربيات والله. حضرتك التدويره الاولى هنستنى 5 ثواني الكمبيوتر يبعت اشارات للعربيه كلها، بسم الله تدور التدويره بتاعت العربيه وتستنى بقى. طب انا هستنى ايه يعني ربع ساعه؟ استنى دقيقه، اصبر دقيقه دقيقتين 3 دقايق يا عم، خلي الزيت يمشي في كل اجزاء المكنه والمحرك ويزيت العربيه. بعد ما تستنى دقيقتين 3 كده والعربيه خلاص سخنت معاك، ابتدي دوس على الفرامل كويس قوي وهات العربيه على الدي. واما تجيب العربيه على الدي ما تنتش بقى تشيل رجلك وتقوم رازع بنزين وجاري، برضه استنى على الفتيس، خصوصا لو حضرتك الفتيس بتاعك سي في تي اللي هو بيجي منه الشكاوي كلها، ما بيحبش الترزيع والطلعات الامريكاني. لا 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 هو تقيل في اوله، بس اما العربيه تشتغل وتجري الفتيس بيبقى 100 100. تجيب العربيه على الدي وتشيل رجلك من على الفرامل وتستنى بس الكام متر العربيه هتسحبهم لوحدها، انت ما بتشيل رجلك العربيه بتمشي كام متر كده ان العربيه كل اجزاء المحرك هتسخن وتمشي، وبعد كده ابتدي تدوس بنزين واحده واحده واطلع واتكل على الله، وبعد كده ابقى شد بقى بعد ما تعدي ال 30 ولا 40 اجري، هتبقى سخنت العربيه، سخنت زيت العربيه، سخنت الفتيس وزيت الفتيس، اديت لكل حاجه عمرها الافتراضي. ما تجيبش قواعد موتور، ما تجيبش قواعد فتيس، ما تخربش حاجات في العربيه، ما تسمعش صوت سكسكه زي الكيا والهيونداي كده. في ساعات بتبقى لسه الموتور ما اشتغلش تيجي تدور تسمع في قلب الموتور، انت ايه السكسكه دي؟ انت مش فاهم بحضرتك طريقه سواقتك غلط. هي دي طريقه السواقه الصح. اللي عايز يستفيد بالمعلومه على راسي واللي مش عايز يستفيد على راسي برضو. احنا بنقدم معلومه للناس كلها، اي حد بينفع اي حد باي حاجه، وانا بتعلم وانتم بتتعلموا وكلنا بنعلم بعض. جمعنا الله واياكم في جنه عرضها كعرض السماوات والارض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.